اهلا بيكم معايا وصحتك في اكلاتك دكتوره نوره الصاوي والمكرونه بالبشاميل. كلنا بنعشق المكرونه البشاميل. النهارده هنعملها بطريقه صحيه شويه، ومعنى كلمه اكل صحي هي مش بس الطريقه والكميه اللي احنا بناخدها من الاكله والوقت اللي بناكل فيه الاكله. يعني ما اجيش اكل نص الصينيه اللي احنا هنعملها النهارده ونقول خلاص دي صحيه، وكمان ما نجيش ناكلها بعد الساعه 6 ونقول دي صحيه. احنا يا دوب هناخد القطعه اللي هتشبعنا على الغدا اللي هو في حدود الساعه 3 او 4. المقادير بتاعتنا النهارده ايه؟ عندنا 2 كيلو لبن، انا جايباه من عند اللبان وغلياه وسبته يبرد، لان البشاميل لازم نستخدم اللبن بتاعه بارد، وكمان هو يعتبر كده كامل الدسم، وهفهمكم يعني ليه كامل الدسم. عندنا كمان 4 معالق دقيق كبار، عندنا كيس مكرونه اللي هو 400 جرام انا سلقاه بحيث ان هو يكون نص سوا، وكمان عندنا نص كيلو لحمه مفرومه، بصلايه كبيره مبشوره، طماطمايه مبشوره، ملح، جنزبيل، فلفل اسمر وقرفه. يلا بينا بقى عشان نعرف المكرونه البشاميل هنعملها ازاي. اول حاجه هنعملها دلوقتي ان احنا هنعصج اللحمه المفرومه بتاعتنا. هنحط اللحمه المفرومه، انا الطريقه بتاعت النهارده مش هستخدم فيها دهون خالص خالص. نقلبها هنحط عليها البصله، نحط عليها الطماطمايه المبشوره، هنحط سنه الملح بتاعتنا كله على بعضه مفيش مشكله خالص هتستوي، سنه فلفل اسمر، سنه قرفه، وكمان عندنا جنزبيل فريش انا بشراه هنحطه. القرفه ما تكتريش منها، بس هي حته تنتوفه صغيره خالص. ونقلب بقى، هنقلب كده شويه لغايه ما كله يمتزج مع بعضه. طبعا انا مش عايزاكي تستغربي ان انا مستخدمه لبن كامل الدسم وبقول لكم في الاخر ان هي صحيه. اولا مش كل الدهون اللي موجوده في اللبن هي مضره، في منها الدهون المفيده وفي منها المضره. الحاجه التانية ان من اهم العناصر الغذائيه اللي موجوده في اللبن فيتامينات اسمها ايه؟ فيتامين ايه وفيتامين اي وفيتامين كي وفيتامين دي، اعلاهم نسبه طبعا هو فيتامين دي، وكلنا عارفين مدى اهميه فيتامين دي بالذات للعظم. الفيتامينات دي كلها عشان الجسم يستفيد منها وتمتص لازم تكون دايبه في دهن، فاحنا محتاجين الدهون اللي موجوده في اللبن عشان خاطر الفيتامينات دي تدوب فيها وتمتص ونستفيد منها. عشان كده انا ما استخدمتش اللبن الخالي الدسم. ممكن تستخدمي اللبن اللي هو بيبقى مكتوب عليه 2% دسم، يعني دسمه بيبقى قليل شويه. كده خلاص كله امتزج مع بعضه، هنسيبها عشان تستوي. كل شويه كده نقعد نقلب فيها عشان كل اللحمه تاخد السوا بتاعها. ادي اللحمه المفرومه بتاعتنا هي كده اتعصجت خلاص وجاهزه على ان احنا نستخدمها في المكرونه البشاميل بتاعتنا. جينا بقى لاكتر حاجه اللي انت ممكن تخافي منها في صينيه المكرونه البشاميل، وهو البشاميل نفسه، وهو اسهل منه مفيش. هنعمله النهارده ان شاء الله بطريقه سهله جدا. هنجيب اللبن بتاعنا ده ال2 كيلو اللي انا جايباه، انا مش هحط ال2 كيلو كلهم، هحط 1.5 كيلو وهسيب نص كده احتياطي جنبي، وهقول لكم ليه دلوقتي. هنحط على اللبن وهو ساقع الدقيق، شايفين 3 معالق دقيق كبار كده. انا ما استخدمتش زبده خالص اهو في الطريقه دي. وبرده هنسيب شويه دقيق معانا ولازم نقلب كويس بقى. احنا سيبنا شويه اللبن عشان خاطر تقلت مننا شويه، عايزين نزود شويه لبن، خفت مننا عايزين نحط ندوب شويه دقيق في شويه لبن ساقع وبعد كده نحطه، يبقى معانا كل حاجه جنبنا احتياطي. هو 1.5 كيلو لبن هيظبطها، هيديكي بشاميل مظبوط. ادي الدقيق داب اهو. اوكي، هنبدا دلوقتي نملح، نحط الملح بتاعنا، نحط كمان فلفل اسمر، نقلب. من اهم الفيتامينات برضو اللي موجوده في اللبن هو مجموعه فيتامين بي.
مجموعة فيتامين بي ممكن نحصل عليها على فكرة من اللبن خالي الدسم عادي جدا، لان هي مش بتحتاج دهن عشان تمتص، هي بتحتاج مية اكتر من الدهون. تمام كده. فيتامين بي ده مهم عشان خاطر ايه؟ مهم عشان خاطر التمثيل الغذائي بشكل عام جوه جسمنا. كمان مهم عشان بيساعد على امتصاص الحديد، بيساعد على التئام الجروح، بيساعد على تقليل التهابات الاعصاب، عشان كده هو مهم جدا لمرضى السكر. وكمان مهم عشان مرضى السكر لانه في فيتامين بي 6، وفيتامين بي 6 ده مخصوص بيبقى مسؤول عن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات جوه جسمنا او النشويات، عشان كده هو مهم برضو لمرضى السكر. هنقعد نقلب بقى كده في اللبن، هنفضل نقلب فيه لغايه ما اللبن هيبدا يسخن معانا وهيبدا يغلي، والصوص بتاعنا هيتقل بقى شويه عشان الدقيق اللي احنا حاطينه. البشاميل بتاعنا اهو يعتبر جاهز، شايفين القوام بتاعه اتظبط ازاي؟ هيظبط لنا ان شاء الله المكرونه البشاميل. مفيش فرق في الطعم خالص بين الطريقه دي وبين الطريقه اللي احنا بنستخدمها بالزبده، بل بالعكس دي خفيفه. وكمان لمرضى الكوليسترول ممكن ناكلهم البشاميل بكميه قليله وما فيهاش اي دهون غير الدهون الطبيعيه اللي موجوده في اللبن او اللي موجوده في اللحمه المفرومه. انا اتكلمت قبل كده على انواع الحليب في الفيديو بتاع الرز بلبن، لو حابين ترجعوا له اللينك هيبقى موجود في الديسكريبشن ان شاء الله. ده هيعرفك ليه انا استخدمت النهارده اللبن من عند اللبان، انا واثقه منه اللبان يعني اللي انا بتعامل معاه، وما جبتش اللبن المعلب اللي موجود في السوبر ماركت، عشان خاطر انا صراحه ضد اللبن المبستر واللبن المكتوب عليه UHT، القيمه الغذائيه بتاعته بتبقى ضعيفه جدا. كده خلاص البشاميل جاهز، هنستخدمه في الصينيه ان شاء الله. اول حاجه تعمليها وانتي بترصي صينيه المكرونه بالبشاميل، هناخد كده شويه بشاميل صغيرين ونحطهم في الصينيه من تحت عشان خاطر المكرونه بتاعتنا ما تلزقش ونعرف نطلعها كده. اوكي، بعد كده نجيب نص المكرونه بتاعتنا نحطها اهي، نرص اهي كده. اوكي، بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب شويه بشاميل نحطهم على المكرونه اللي احنا حطيناهم كده. اوكي، نديها تقليبه كده مع بعضها تخلي طعم المكرونه جميل، وهكمل سواها في البشاميل ويبقى طعمها تحفه ان شاء الله. هنحط شويه اللحمه المفرومه بتاعتنا. انا الصينيه بتاعتي دي مش هتاخد الكميه كلها، بس انتي لو عندك صينيه اكبر هتاخد الكميه كلها ان شاء الله اهي. فانا هحط على قدها كمان شويه. هحط شويه مكرونه كمان على الوش كده اهو. دلوقتي نحط بقيه البشاميل فوق الوش كده كده اهو. كده الصينيه جاهزه ان احنا ندخلها الفرن. هندخلها على فرن 150 درجه مئويه او نص درجه حراره الفرن اللي عندك على الشبكه. هنسيبها في الفرن لغايه ما وشها يحمر. حابه تحطي جبنه موتزاريلا على الوش حطي، حابه تحطي جبنه شيدر حطي، بس انا بحب طعم البشاميل كده من غير اي اضافات صراحه. فانا دلوقتي هدخلها الفرن ونشوفها ان شاء الله بعد ما تخرج. دي الصينيه بتاعتنا بعد ما خلصت. يا رب تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا على صحتكم يا رب. ما تنسوش تعملوا سبسكريبشن للقناه عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.